يا ريت تلحقوا تشيروا الفيديو دوت قبل 11/11 لكل اهلي وناسي واصدقائي وشعب مصر الطيب الصبور الجميل. واللي يعرفني من اهلي وناسي يعرف اني ماليش في السياسه ولا ليا في اي شأن او تدخل في امر من امور الدوله، ولا انتمي لاي حزب ولا اي جماعه، ولا اعترف الا باني عبدا لله ومواطن مصري أحب بلدي وأموت فداء لترابها. فأنا مش طالع أقول لكم زي ما الكل اتكلم قبلي وقالوا وخلصوا كل الكلام على إن الدولار غلي وبقى في السماء، وإن فين إيمانكم بربنا وإن اللي رزقنا والدولار ب5 هيرزقنا وهو ب25، ولا إن ينفع أبعد نفسي وأبعدكم عن الواقع والحقيقة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي. ومش هقول لكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا هقول لكم قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني كل اللي احنا فيه ده بس شيء بسيط من الابتلاء والضيق في الرزق والرعب والخوف. ولا هقول لكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني يبتلينا الله بضيق الرزق وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب المعاصي لعلنا نتوب ونرجع فيصلح الله لنا أحوالنا ونستقيم وتستقيم أمورنا. ولا هقول لكم إن التجار والمحتكرين اللي هم سبب في غلاء الأسعار وافتعال الأزمة اللي بتمر بيها البلاد، وإنهم فعلا لو كانوا بيحبوا الوطن ده كانوا على الأقل ساهموا وساعدوا وراعوا المساكين من الفقراء والمحتاجين. لكن يكفيني إن أقول لهم حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن المحتكر خاطئ وإنه يأتي ملعون يوم القيامة، أي مطرود من رحمة الله وله عذاب أليم. لأنكم بالظبط عاملين زي الأعداء المتربصين بالوطن، أول ما تسمعوا إن البلد هتحصل فيها شيء أو حاجة على طول بتجروا وتخزنوا البضاعة واحتياجات الناس بحجة إنكم هتشتروا غيرها أغلى، مع إن اللي بيدفع الغلو والفرق ده هو المواطن الفقير والمسكين المحتاج. فانتم بكده بتدوا فرصة لأعداء الوطن المتربصين الحاقدين إنهم يستغلوا مجاعة الفقير واحتياجه في إنه يكون سبب في إحداث فوضى وخراب في البلد. فأنا عارف إن العيشة بقت نار وغالية، وإن كل حاجة غليت 10 أضعاف، وإن مش عارفين حتى نلاقي رغيف العيش، وأنا معاكم وزيكم كمان، ولو قلت غير كده أبقى كذاب وبضلكم. لكن كل ده نقدر نقوله ونوصله لحكومتنا ورئيسنا كمان، ونقول له: سيادة الرئيس، احنا أولادك وشعبك الصبور اللي صبر وتحمل معاك كتير وشال معاك وتحمل كل أوقات الأزمات، فيا ريت حضرتك تبص لنا بصة حب وتبص لحالنا ولعيالنا، واحنا عارفين انك عملت وبتعمل كتير في البلد بعد ما كانت خراب ودمار، لكن يا ريت حضرتك تخلينا أول أولوياتك، ومش طالبين من حضرتك أكتر من إننا نعيش عيشة كريمة وطيبة ونعرف نأكل أولادنا ونربيهم تربية يفتخر بيها الوطن والمجتمع. فيا شعب مصر الطيب الصبور الجميل، يا ريت ترجعوا معايا كده ل 2011 واللي حصل ساعتها من فوضى وخراب ودمار ونهب وسرقة وذعر وخوف. فاللي حصل ساعتها كان على غفلة ومش مترتب، فاللي ملحقش يعمل حاجة ساعتها دلوقتي هيعمل وهيخطط وهيرتب، اللي هيسرق واللي هيقتل واللي هيخرب أكتر وأكتر. فاكرين لما كنا بنبات في الشوارع في عز المطر والبرد علشان نحمي بيوتنا؟ فاكرين لما كنا بنمشي في الشوارع ويوقفونا ناس ما نعرفهمش ويقولوا لنا بطاقتكم ورايحين فين وجايين منين ومعانا عيالنا وازواجنا وبناتنا، واحنا كنا خايفين ومرعوبين من الخوف؟ فاكرين لما كانت تقوم مشكلة أو خناقة بين راجل وجاره أو صديق مع صديقه أو عيلة مع عيلة تانية، كان كل واحد أول حاجة بيعملها إنه بيجري على بيته وبيطلع السلاح والبندقية اللي في بيته وبيضرب ملو بيها والدم بيسيح وبيسيل ساعتها. فهل كنت تقدر تودي بنتك المدرسة بالنهار أو الدرس بالليل، أو تأمن على ابنك وهو في أي مكان بيكون فيه؟ ولا الترابيس اللي كنا بنحطها على البيبان علشان خايفين من اللي ممكن يدخل علينا يسرقنا واحنا نايمين؟ كل ده هيحصل وهيحصل لو حصل فوضى وخراب في البلد، لان اعداء الوطن مستنيين شرارة بس ايد وهم هينفخوا فيها علشان يولعوا فيها، لانهم حاقدين عليها، لانها الوحيدة اللي لسه واقفة على رجليها بجيشها وشرطتها، اللي ساهرين على حمايتك وامنك في عز البرد او المطر او الشمس او الصهد على الحدود والجبال علشان يحموك ويأمنوك وانت نايم تحت تكييفك أو بطانيتك، وبيضحوا بأرواحهم وأهلهم وبيوتهم وعيالهم، وبيموت منهم كل يوم عشرات العشرات فداء ليك علشان انت تعيش انت وعيالك وتكونوا في أمان وسلام.
الجيش والشرطة اللي هم ليل ونهار بيكرهوك فيهم وبيشحنوك ضدهم وكأنهم أعدائك اللي لازم تحاربهم وما تشوفش الحلو منهم. الجيش والشرطة اللي هم أبوك وأخوك وابن عمك وابن خالك وصاحبك اللي كبر وتربى معاك من صغرك. فتعالوا كده أختم لكم بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيحكي وبيجسد لينا حالنا هذه الأيام، فيقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها، فإذا أراد الذي أسفلها أن يسقوا الماء صعدوا لمن فوقهم فقالوا في أنفسهم: لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نحرج ونزعج من فوقنا، يعني يخرموا خرم في نصيبهم في السفينة علشان يشربوا منه ومحدش يأذي اللي فوقهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم لغرقوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في مجرمين مهما توعظهم وتنصحهم ما بيستجيبوش لنصحك، لكن لو خوفتهم بالجيش أو الشرطة هيخافوا وهيتراجعوا، وده مشروع من الدين حتى يكون سلاح رادع لكل من تسول له نفسه أن يرتكب وينتهك ويسبب فوضى وخراب للوطن والعباد. فرسالة لشعب مصر الطيب الصبور الجميل: ما تخلوش حد يضحك عليكم ويفهمكم ان املكم ونجاتكم في نزولكم واحداث فوضى في بلدكم، لان ساعتها هتغرق السفينة بينا كلنا. نغمسها بلقمة وملح بس عايشين في امان وبننام والباب مفتوح، احسن ما نغمسها بكباب ومش عارفين نفتح الباب ونعيش الحياة. بس كده، وكنت معاكم انا محمد رجب، مواطن مصري بيحب بلده ويتمنى يموت فداء لترابها. كن جميلا.